غسول للمناطق الحساسة من دراكون بتركيبة لبنانية اللي بيرطب البشرة وبيحميها من البكتيريا وكمان بيفتحها. طب ازاي بيعمل كده؟ ده بسبب المكونات الطبيعية اللي في الغسول، وهم 6 مواد فعالة بتدي للغسول قوة سداسية، زي زيت البابونج اللي عامل زي الصاحب الحنين للبشرة، بيرطبها وبيهديها وكأنه بيقول لبشرتك استريحي انتي وما تشيليش أي هم وأنا معاكي. وزيت شجرة الشاي اللي عامل زي البوديجارد لبشرتك، بيحميها من أي بكتيريا أو فطريات وكأنه بيقول مفيش دخول إلا بإذني. ده غير بقى فيتامين سي ومستخلص العرقسوس اللي بيفتحوا وبيجددوا البشرة. وبكده هو مش بس بيغسل المنطقة الحساسة كويس، ده كمان هيرطبها ويفتحها ويهدي أي التهاب ويقضي على أي بكتيريا أو فطريات بتسبب الروايح الكريهة، وكل ده من غير ما يأثر على درجة الحموضة الPH. الغسول مش بس لمنطقة البيكيني، ممكن تستخدميه للأندر أرم للتفتيح وإزالة الروايح الكريهة. طريقة استخدام غسول دراكون سهلة جدا، كل اللي عليك تعمليه إنك تبلي المنطقة بمية دافية، وبعدين تحطي كمية صغيرة من الغسول وبعدين تشطفي كويس بالمية. الغسول حجمه 200 مللي، يعني هيكفي معاكي فترة طويلة، بس ممكن تحسي إن ريحته قوية شوية، ونتيجته في التفتيح ممكن تاخد وقت طويل شوية لحد ما تقدري تشوفيها، وده بالذات لو هتستخدميه لوحده. وعشان كده الأحسن إنك تستخدمي معاه كريم تفتيح مناسب للمنطقة الحساسة. ولو عايزة تعرفي أكتر عن غسول تاني للمنطقة الحساسة يبقى شوفي الفيديو ده عن غسول يورياج. ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.